من أصعب البطولات اللي الأهلي هيلعبها الموسم ده وهي كأس العالم للأندية. هي عموما البطولة دي صعبة في الأساس، بس السنة دي بالذات البطولة أصعب بكتير، وده لأن بطل أوروبا السنة دي وهو مانشستر سيتي. هتقولي طب ما كل سنة بطل أوروبا بيبقى فريق صعب. هقولك بس السنة اللي فاتت كان الريال هو البطل، وكانوا عاملين نتائج وحشة الموسم الماضي، وكمان كان عندهم إصابات كتير ومشاكل في الفريق، وما كانوش مرشحين بالدرجة الأولى إنهم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا على عكس مانشستر سيتي السنة دي. كمان أوقات كنا بنشوف البطل لبطولة دوري أبطال أوروبا هو مثلا نادي تشيلسي أو فرق هادية شوية، بس الموسم ده طبعا مختلف خالص. كمان اللي خلى البطولة أصعب وهي التدعيمات اللي عملتها السعودية الفترة الأخيرة. يعني فريق زي الاتحاد ده كأنك بتلاعب فريق أوروبي تاني جديد في البطولة، لما يكون عندك لاعب زي كريم بنزيما أو كانتي أو فابينيو، وكمان برضو اسم كبير زي جوتا، ولسه في لعيبة تانية برضو جاية الاتحاد قبل كأس العالم للأندية، فانت كده نسبتك بالفوز بالبطولة قليل قوي، او حتى انك تاخد الميدالية الفضية، ودي هتبقى صعبة شوية. طب تعالى كده نشوف طريق النادي الأهلي، وهنشوف مستوى الفرق، وكمان هنشوف النتائج بتاعتهم اللي وصلتهم لكأس العالم، ونشوف ترتيب الأهلي في الأفضل بينهم. أول مباراة في كأس العالم هتبقى بين الاتحاد وأوكلاند سيتي، المباراة تبقى يوم 12 ديسمبر. خلينا نقول إن الاتحاد هو اللي هيفوز بعد الصفقات طبعا اللي جابها، وبسبب كمان إن البطولة دي هتتلعب على أرضه ووسط جمهوره، فكده يبقى معاك 6 فرق، هتخرج منهم 2 علشان دول هيشاركوا من الدور نصف النهائي على طول، وهو بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية. هيبقى معاك 4 أندية، الأهلي والاتحاد واليون المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، وبطل آسيا أوراوا الياباني. خلينا نتوقع أول منافس ليك ونحلله، وهو اليون المكسيكي. مبدئيا كده أنا هقولك أهم 3 لعيبة عندهم في الفريق، وكمان هقولك إحصائيات الفريق ده عموما. خلينا أقولك إن أهم 3 لعيبة الفريق ليون انتقلوا لأندية تانية بمبالغ كبيرة، يعني الفريق ده اختلف خالص عن الموسم الماضي، بس عموما عندهم 2 مدافعين على أعلى مستوى، وكمان برضو عملوا صفقات كبيرة قوي خصوصا في خط الوسط والجناحين ورأس الحربة. وأكيد لو الفرقة دي هتلاعب الأهلي هعمل لها حلقة خاصة هشرح لك فيها كل تفصيلة صغيرة وكبيرة، بس أنا دلوقتي بديك معلومة كده عنهم. ليون القيمة التسويقية بتاعتهم 42 مليون يورو، يعني تقريبا كده قريبة مننا، ومتوسط الأعمار عندهم 27 ونص، وعندهم 3 لعيبة دوليين، ودي حاجة هتعرفك إن اللعيبة بتاعتهم مش من الصف الأول، على عكس النادي الأهلي اللي عنده حوالي 18 لاعب دولي. الدوري المكسيكي بدأ هناك بقاله 4 جولات، وليون محتل المركز السادس. ليون لعب 4 مباريات، كسب في 2 وخسر في 2، وسجل 7 أهداف وجي في 4 أهداف. ونروح بقى لتاني فريق وهو فريق أوراوا الياباني. أهم 3 لعيبة في الفريق ده، الأول هو خوسي كانتي، اللاعب الغيني صاحب ال 32 سنة. اللاعب ده هو هدافهم ب6 أهداف، هو مش مهاجم مرعب ولا حاجة، بس ده أهم لاعب بالنسبة لهم. كمان اللاعب تاكاهيرو ده من أهم اللعيبة عندهم هناك، هو لاعب ياباني عنده 28 سنة، وبرضه لاعب مهم بالنسبة لهم، وبيلعب في مركز الجناح وفي وسط الملعب، ومساهم معاهم ب6 أهداف برضه. التالت بقى هو أتسوكي إيتو، وده بيلعب في مركز الديفندر وعنده 25 سنة، وبرضه لاعب ياباني، مساهم معاهم ب7 أهداف. القيمة التسويقية للفريق ده حوالي 19 مليون و500 ألف يورو، يعني أقل مننا في القيمة التسويقية، ومتوسط الأعمار عندهم 27.3، وعندهم 4 لعيبة دوليين في الفريق. الفريق ده الموسم الماضي في الدوري الياباني احتل المركز الرابع، يعني مش هيشارك أساسا في دوري أبطال آسيا. لعب 24 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 8 وخسر في 5، وسجل 29 هدف ودخل فيه 19 هدف. أما النادي التالت بقى والمتوقع ان النادي الاهلي هيواجهه في طبعا اولى مباريات النادي الاهلي، وهو نادي الاتحاد السعودي. مش محتاج اقول لك ارقامه واهم اللعيبه طبعا اللي فيه، لانك انت عارف كل حاجه عنهم. ده بالاضافه زي ما قلت لك ان صندوق الاستثمار السعودي بيقولوا ان الاتحاد لسه ما عملش صفقات كبيره، والاعلام السعودي بيطالب بكده ان نادي الاتحاد يجيله صفقات تاني علشان يقدر يعمل حاجه في كأس العالم للانديه. بهذا الشكل الفريق ما راح يحقق للمملكه اللي احنا نبغاه في بطوله العالم للانديه، وانا اقولها من بدري عشان بعد 4 شهور نجي نتفرج على المباراه نقول يا اخي يا ليتنا جبنا لهم لعيبه افضل، يا ليتنا دعمناه، يا ليتنا، قبل ما نقول يا ليتها احنا من بدري. اذا في امكانيه
لمساندة هذا الفريق من أجل صفوفه تكون أقوى في تمثيل المملكة ببطولة العالم للأندية. أنا ما أتكلم عن الدوري. وفعلا الصندوق قرر يدعم الاتحاد ب3 صفقات كمان. بس تعالى كده نشوف كام حاجة بسيطة عن الاتحاد. نادي الاتحاد بقت قيمته التسويقية دلوقتي 118 مليون يورو، علشان طبعا معاهم كريم بنزيما وكانتي وفابينيو وجوتا. متوسط الأعمار في نادي الاتحاد 27.5. الاتحاد في البطولة العربية كان متصدر مجموعته ب9 نقاط، يعني بالعلامة الكاملة، ولعب قدام الاتحاد في دور ال8 وخسر منهم 3-1. الاتحاد سجل في البطولة دي 6 أهداف وجي فيهم 5 أهداف، وكانت بطولة سيئة للاتحاد طبعا. وعلشان كده الإعلام السعودي طالب إن نادي الاتحاد يجيله صفقات تاني. وطبعا بقى مش محتاج أوريك أرقام مانشستر سيتي، لأن دول ما ينفعش أكلمك مع أرقام معاهم، هو أفضل فريق في العالم وصعب إنك تلاقي ليهم ثغرات عشان تشتغل عليها. وكمان برضو لسه مش عارفين مين هو بطل أمريكا الجنوبية. الحلقة دي متسجلة قبل النهائي، وبإذن الله في حلقات تانية هتبقى بشكل مفصل عن كل نادي الأهلي هيلعبه. وبكده يكون الفيديو خلص. يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الإشعارات، وأهم حاجة بقى تصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام وتوحد الله. أشوفكم على خير. سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.